بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير ويجعل ايامكم كلها خير، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده معانا وصفة سهلة خالص وبسيطة، ما خدتش مني ولا وقت ولا مجهود يا جماعة. عملنا النهارده ان شاء الله كده صينية فراخ بالبصل والفلفل الاخضر والتوابل، وحطينا لها طماطم فريش وفصين توم، وحطينا لها بهارات ملح وفلفل وكمون وكاري، وظبطناها بصراحه يعني تتبيله على الاخر، وخل وليمون طبعا، وحطيناها في الفرن عبال ما خلصنا شويه المحشي صغيرين. عملنا محشي ان شاء الله النهارده كوسه وبتنجان وفلفل. طبعا المحشي ما فيش حد بيحبوش، كل الناس بتحب المحاشي طبعا بانواعها. المحشي ما خدش مني ولا وقت ولا مجهود. جبت الرز طبعا غسلته وحطيت التسبيكه طبعا عليه، تسبيكه طماطم متبله بالبصل والفلفل والثوم والتوابل وبهارات، وحطيت لها مكعبين مرقه مظبطه التتبيله على الاخر، وخضار المحشي قلبت كله في بعضه، حشيت الكوسه والبتنجان والفلفل بتوعي. بيدينا طعم جميل جدا ومشهي، وبنسقيه بالشوربه لما بيستوي. اول ما صينيه الفراخ كانت خلصت، كانت حلة المحشي طبعا استوت، وانا والله موجودة يعني بعمل في الاكل، لقيت سبحان الله يعني اخويا جه ودخل طبعا ايه البيت وكده، وهو لقيته جاي. قلت بقى ايه كويس، فرصة ان هو يتغدى معانا الغدوة الجميلة دي ان شاء الله. بس هو كان يعني بيقول لي انا مستعجل، بيقول انا مستعجل مستعجل وعايز يروح. قلت له لا مش هتروح، لازم تتغدى معانا. ازيك يا استاذ عبد العزيز؟ منور الدنيا، منور الكون كله، منور كل الدنيا كله. اخويا حبيبي ربنا يخليك ليا ويحفظك يا رب. انت كده المفروض اروح اتغدى في البيت. لا لا لا، هتتغدى معانا ومنورنا النهارده. هتقعد معانا شويه وبعدين ننزل معاك ان شاء الله نتمشى بس اللي معاك. جذبتني الريحه بس. ايوه طبعا الريحه، طبعا الاكل المشهي والاكل المصري بتاعنا زي ما انتم عارفينه. دوقوا اتفضل بالف هنا وشفا. ربنا يخليك يا اخويا ما تحرمش منك. دخلة الاب الاخ غاليه يا جماعه جدا طبعا، كلنا بنحب اخواتنا وربنا يديمهم نعمه في حياتنا يا رب، ويبارك فيهم جميعا يا رب. ويحفظك يا رب ويخليك ليا يا اخويا. فرحت جدا والله بعد ما وانا مولعه الاكل لقيت الباب بيخبط، قلت طب في ايه، مين يا ترى؟ اما اروح افتح، رحت افتح الباب لقيته طبعا اخويا. فرحت جدا ان هو جه، وقلت له سبحان الله حماتك بتحبك. دي مقوله شهيره بنقولها عندنا هنا في مصر، بنقول دايما حماتك بتحبك يا فلان، يبقى الاكله حلوه. سبحان الله يعني. اهم حاجه الانسان يكون يعني بيعمل الحاجة بطيبة نية وبصف خاطر. طبعا الاخوات ما فيش بينهم اي حاجة، وده اخويا عادي جدا يا جماعة. اول مرة يجي لي بس هو بيقول لي انت بتعملي ايه؟ قلت له بعمل محشي. قال لي ده الريحة جامدة. انا لا، انا كان عاوز يروح، قلت له لا والله ما هتروح، هتقعد تتغدى معانا. فكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعل ايامكم كلها خير. قربوا من بعض يا جماعة، حبوا اخواتكم وحبوا ناسكم، وربنا يقدر لكم الخير دايما في حياتكم في كل حاجة ان شاء الله، ويكتب لكم الخير في قلوبكم وبيوتكم، وربنا يصلح الحال للجميع يا رب. يا رب تكون الاكله كده سهله وبسيطه عليكم، وما خدتش مني ولا وقت ولا مجهود. وعايزه لايكات كتير وكومنتات كتير، وكل اللي بيحب اخوه واخته يعمل لايك ان شاء الله. وربنا يديم المحبه بين الناس والحب، اللهم امين، ويديم المعروف، اللهم امين، بينا كلنا يا رب. ويا جماعة صلة الأرحام مهمة جدا، لازم كلنا نصل رحمنا، لأن الرحم ده ربنا موسع عليه، وأهم حاجة في الوجود وأهم نعمة هي صلة الرحم دي يا جماعة. على قد ما نقدر ما نقطعش صلة الرحم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أستغفرك يا رب وأتوب إليك. عايزة لايكات كتير وكومنتات كتير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.